السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتنسيق مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومع المديرية الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظور، وبالتنسيق كذلك مع فضاء الذاكرة التاريخية بمضار والدريوش، يسعدني أن أساهم معكم في هذه المداخلة حول حدث ثورة الملك والشعب. هذا الحدث التاريخي الكبير الذي له ودلالات تاريخية ووطنية عظيمة جدا. وعليه في البداية لابد لنا أن نشير إلى أن هذا الحدث التاريخي وهو ثورة الملك والشعب يجسد تلاحم بين الملك وشعبه. فالملك والشعب هما وجهان لعملة واحدة، وهي الوطن بملكه وشعبه يستمر دائما في النضال والكفاح والتطور والتقدم إلى الأمام. وهنا لا بد لنا من أن نشير بأن هذه ثورة الملك والشعب هي ليست والدة نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 20 غشت، بل هذه الثورة الملك والشعب. ففي تاريخ الدولة العلوية نجد هذا التلاحم بين الملوك العلويين والسلاطين العلويين والشعب، بدءا من ثورة استرجاع الثغور المحتلة مع المولى أو السلطان مولاي إسماعيل، ثم الحملات السلطانية العلوية لاسترجاع بقية الثغور بعد ذلك، إلى الثورة التي قادها السلطان الحسن الأول لأجل تحديث الدولة العلوية بمشاركة الشعب المغربي. ثم هناك ثورة لأجل وقف الزحف الاستعماري على المغرب التي قادها المولى عبد الحفيظ بعد مبايعة الشعب المغربي له، رغم أنها أجهضت، وذلك لاختلال موازين القوى بين المغرب الذي كان ضعيفا آنذاك عسكريا والقوى الاستعمارية التي كانت تشكل قوة كبيرة جدا. وعليه هذا التلاحم بين الملك والشعب أو السلاطين العلويين والشعب المغربي هو صيرورة تاريخية، وليس وليد 1953، إنما هو صيرورة تاريخية بدأت منذ تولي الدولة العلوية الحكم في المغرب. طبيعة الحال توقف هذا اتصال بين الملك وشعبه أو بين السلاطين العلويين والشعب بعد احتلال المغرب سنة 1912، حيث قامت الحكومة الفرنسية لإدارة الاستعمار الفرنسي بوقف هذا الاتصال، لأن تعلم أن هذا هو سر قوة المغرب. لكن ما لبث هذا الاتصال أن عاود من جديد بعد صدور وثيقة الاستقلال 11 يناير 1944، حيث عاود السلطان محمد الخامس الاتصال بالحركة الوطنية ومباركة وثيقة الاستقلال. وبعد ذلك سوف يكون هناك تلاحم بين الوطنيين والشعب المغربي مع الملك محمد الخامس أو السلطان محمد الخامس آنذاك، لأجل ماذا؟ النضال والكفاح من أجل استقلال المغرب. وتجسد هذا الاتصال في خطاب طنجة 1947 الذي عبر فيه الملك عن تلاحمه ووحدته مع الشعب المغربي شماله وجنوبه. طبيعة الحال هذا التلاحم وهذا الاتصال أزعج السلطات الاستعمارية التي سعت بكل الوسائل إلى إعادة الأمور إلى نصابها والفصل بين الشعب المغربي ومحمد الخامس عبر عدة مؤامرة 1951 إلى غير ذلك. وعندما فشلت قامت بماذا؟ قامت بنفي محمد الخامس في 20 غشت 1953 إلى مكان بعيد عن المغرب في الجهة الشرقية للقارة الإفريقية. هنا كان لابد الشعب المغربي أن يعبر عن ماذا؟ عن أنه
عن أنه متصل مع رمزه الأول في الكفاح، وهو محمد الخامس، السلطان محمد الخامس. فهذا الفعل الجبان الفرنسي الاستعماري آنذاك كان محاولة يائسة أدت إلى نتائج عكسية، وهو الاتصال أو تزايد الاتصال بين الملك والشعب، وأدى إلى انطلاقة ثورة الملك والشعب التي اندلعت وأعادت الكفاح المسلح إلى الواجهة، حيث قامت الحركات الفدائية التي تزعمها قادة مشهورين كعلال بن عبد الله رحمه الله، وكذلك الزرقطوني رحمه الله، وغيرهم كثير. هذه العملية الفدائية التي استهدفت الخونة المتعاملين مع الاستعمار الفرنسي والممتلكات الاستعمار الفرنسي المستوطنين، وكذلك الجيش الفرنسي الاستعماري. كذلك تأسس في القاهرة على يد محمد عبد الكريم الخطابي والزعماء الحركة الوطنية في المغرب وفي المغرب العربي جيش التحرير لتحرير المغرب العربي، وانطلق كذلك في المغرب في جهة الريف تطوان إلى الجنوب، وانخرط فيه الشعب المغربي، وطالب المغاربة بعودة ملكهم محمد الخامس، وأصروا على ذلك في إكسليبان، في اتفاقية إكسليبان، وأنه لا استقلال دون عودة السلطان محمد الخامس. وبالفعل بفعل هذه الضغوطات القوية للشعب المغربي وثورته ضد النفي، عاد السلطان محمد الخامس معززا مكرما إلى المغرب لكي يعلن استقلال المغرب. هنا بدأ الجهاد الأكبر، وهو بناء الدولة المغربية الحديثة، انطلاقا من تلاحم الملك مع الشعب. وتجسد هذا البناء في طريق الوحدة جسدت تلاحم الملك والشعب في بناء دولة مغربية حديثة. وكذلك تواصل كفاح المغرب وكفاح الشعب والملك لاسترجاع المناطق المحتلة في عهد محمد الخامس، منها طنجة الدولية وطرفايا 1958. إذن هذه هي الدلالات التاريخية لثورة الملك والشعب، التي قلنا لها امتداد طويل عبر عدة قرون من حكم الدولة العلوية، رغم محاولات الاستعمار قطع الصلة بين الملك وشعبه، إلا أن ذلك لم يفلح ولم ينجح، بل زادت تلك المحاولات اليائسة الاستعمارية تلاحم الشعب مع ملكه، وأدى إلى كل ذلك إلى خلق قوة وطنية كبيرة أدت إلى استقلال المغرب واسترجاع معظم مناطق أو أغلب مناطقه المستعمرة. ولا زال المغرب اليوم يسعى لاستكمال ما بقي من المناطق المستعمرة، سواء سبتة أو مليليا والجزر، وكذلك التأكيد على أن الصحراء مغربيات بالدم والدليل والوثائق، والتاريخ لا يكذب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.